يا نبي الله سليمان، أرجوك أن تعلمني منطق الحيوان كما علمك الله. إنك لن تطيق ما طلبت، فاصرف نفسك عنه. سأطيقه بإذن الله، وأنا مستعد لتحمل كل ما يترتب عليه. حسناً، فأخبرني، أي حيوان تريد أن تفهم منطقه؟ في قريتنا قطط كثيرة، ولدي منها في بيتي، فأريد تعلم منطقها. حسناً، ارجع إلى بيتك، بإذن الله ستفهمها. أشعر بجوع شديد، فهل عندك ما أسد به رمقي؟ انتظري، فغداً سيموت ديك صاحب البيت فنأكله. ها. أبيعه أفضل من أن يموت عندي. لقد اختفى الديك ولم نأكله، فما الحل الآن؟ انتظري إلى غد، فإن كبش صاحب البيت سيموت وسنأكل من لحمه حتى نشبع، فلا تقلقي، فالله يرعى خلقه. اقتربوا يا ناس، كبش سمين وممتاز، فرصة لا تعوض. حتى الكبش قد اختفى، فماذا نفعل الآن؟ لا تقنطي من رحمة الله، فغداً سيموت صاحب البيت ويقيمون له مأتماً وسيطعمون الناس، فنجد في فضلات الناس ما نأكل. يا نبي الله، سمعت القطتين تتحدثان عن موت غدا، وهذا غير منطقي، فماذا يعني هذا؟ ألم أنبهك أنك لن تحتمل ما تسأل عنه؟ إن الله افتداك بالديك فرفضت، وافتداك بالكبش فرفضت، والآن قضي الأمر.